تحياتي. النهاردة هنعمل برازق النشادر، مش البرازق العربية، لا دي برازق كده بشكل مصري بتتباع في الأفران، ليها طعم ما بين البسكوت والمخبوزات. أول حاجة هنجيب كوبايتين من الدقيق وعليهم رشة ملح، معلقة كبيرة ممسوحة من النشادر، و3/4 كوباية سكر باودر، وتلت كوباية من الزيت. وهنلم كل العجينة دي، انا لمت معايا في ربع كوباية مية دافية، انتوا ممكن تاخد منكم اكتر او اقل زي ما احنا متفقين، نحط المية واحدة واحدة. هنعجنها كويس، نلمها كده ولحد ما نلاحظ انها خلاص قدرت تتشكل معانا، يبقى هي كده تمام، نبطل عجن. وممكن نسيبها في التلاجة شوية قبل ما نشكلها. هنجيب سمسم، هنكور كور صغيرة كده، وهنجيب سمسم ونحطها فيها. دي بتاخد سمسم ابيض مش محمص، وبتاخد سمسم مش كتير زي البرازق التانية. هنفردها بسمك رقيق جدا، رفيع قوي، لان النشادر هترتفع لفوق. وكمان احنا عشان عايزينها سمك رفيع عشان برضو تدينا قرمشة البسكوت. زي ما انتوا شايفين كده الشكل ده اللي بيتباع في الافران. القرص دي رفيعة قوي، وانا ممكن اشكلها باي شكل تاني زي ما تحبي، اي شكل نجمة، وردة، اي شكل تاني على سبيل التغيير. هندهنها صينية وهنحطهم فيها، وهندخلها على فرن حرارته 170 درجة. بتاخد حوالي 10 دقايق بس، في رف اوسط. وبس كده، اتمنى الوصفة تعجبكم.